السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنخزن الكروب مع بعض. بس قبل اي حاجه هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه واله وصحبه وسلم. هنعمل الكروب النهارده ونخزنه بمكون سري يخليه ما يشدش معانا. بس قبل اي حاجه ما تنسوناش بلايك. زي ما انتم شايفين كده انا جبت كرومبايه ديت ب5 جنيه. طبعا انا كنت جايبه 2، عملت واحده والتانية دي بقت عندي. قلت ايه يعني مش هقدر ان انا اعمل، يعني حرام تترمي، فقلت اخزنها. رحت خدتها زي ما انتم شايفين كده، كنت جايباها ب5 جنيه. طبعا الكرنب لازم تعرفوا تجيبوه ازاي. لازم يكون مدورة كده بالشكل اللي انتوا شفتوه بيه ده كده، وتكون صبحة علشان تبقى حلوة ومسكرة معانا. زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده عشان ما هدرجش فيها. زي ما انتوا شايفين وطبعا هحط بقى ميه سخنة على البوتاجاز بتاعنا. ونحط معاها ملح، وهقول لكم هنضيف ايه تاني. زي ما انتوا شايفين كده بفرغ الكرنبايه الاول زي ما انتوا شايفين علشان خاطر اعرف ايه اتملك فيها. في ناس بتحطها بتقطعها من النص كده، تفتحها من النص وتحاول ان هي تحطها في قلب الميه السخنه. لا بس كده يعني اريح لك بكتير، تبقى متملكه فيها كويس. شايفين الراس؟ انا كده خلاص كده بقطع الراس بقى كلها علشان خاطر اظبطها واعرف اخد الورق لقيت الورق اللي جواها. فرغتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، بفتحها من جوه وافرغها. انا بحاول هنا اوريكم انا عملت ايه بالظبط، وابتدي بقى ان انا افرغ الورق بتاعها. مش عايزه اقولكم كان طعمها مسكر قد ايه. طبعا بطلع الورق كله، رميت معايا بسم الله ما شاء الله ورق كتير بصراحه، يعني كرنبايه دي تعمل لي حلتين. طبعا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده شكلها مورد وجميل من جوه ازاي. شكلها تحفه. خلاص كده هبتدي دلوقتي ان انا احط الميه السخنه. وخلاص زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص فضيتها وطلعت اللي جواها كله. ادي الورق بتاعنا، بص من الله ما شاء الله. بص رمت ورق قد ايه حبايبي، الورق من جوه شكله يفتح النفس بصراحه، وكانت مسكره جدا. دلوقتي انا حطيت الميه السخنه بتاعتنا اهي، حطيت معاها الملح، وهنبتدي دلوقتي نحط المكون السحري بتاعنا اللي هو البيكنج باودر على قلب الميه السخنه بتاعتنا. وهسيبها بقى ايه تبتدي ان هي تغلي. بعد ما تغلي هنزل على الورق، طبعا الميه تكون مغليه اساسا. بنزل المعلقه دي تكون الميه خلاص سخنت خالص، هنزل عليها على طول بالورق بتاعنا. طبعا انا حطيت ميه في الكاتل ورحت مفضياها قصدي في الحله دي كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي دلوقتي ان انا انزل بالورق بقى في قلب الحله بتاعتنا ونسلق الكرنب بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص كده انا حطيت الورق الكرنب بتاعنا. هبتدي ان هو طبعا انا ما بخليش الكرنب يستوي او يا دوبك بس يعني ينزل عليه من الميه السخنه من هنا ومن هنا، ولا يبقى مستوي قوي ولا في نفس الوقت يبقى ناشف، عشان اعرف اتملك فيه وانا بقطعه. خلاص كده بغلفها من ناحيتين بالميه السخنه، وبعد كده بقى ببتدي ان انا اطلع الكرنب بتاعنا علشان خاطر ما يتهريش. طبعا الكرنب ده بيبقى جميل جدا. انت الوقت دوت الكرنب رخيص عن ما بتشتريه في رمضان، فالاحسن لك ان انت تجيبي كميه وتخزنيها من دلوقتي. انا جبت الكرنبايه دي ب5 جنيه، بس بصراحه والله ما قادره اقول لكم رمت معايا ورق قد ايه. وهنشوف في الاخر بعد ما نقطعه. خلاص كده انا ببتدي اطلع الكرنب زي ما حضراتكم شايفين كده. وخلاص كده زي ما انتوا شايفين خلاص كده انا كده سلقت الكرنب. خلاص هبتدي ان انا اقطع الكرنب مع حضراتكم دلوقتي. سلقت الورق كله، هبتدي ان انا اقطعه زي ما حضراتكم شايفين، زي ما احنا متعودين ان احنا نقطع اي كرنب. وابتدي ان انا ايه اخلصه كله علشان خاطر نكيسهم.
مش عايزه اقول لكم ممكن تقعد معاكي اكتر من سنه كمان، ما بيحصلهاش اي حاجه، حسب الكميه اللي تبقى عندك. يعني انت مثلا عندك اي كرومبايه مثلا مش محتاجاها دلوقتي، تروحي تفرزيها بالطريقه دي. البيكنج باودر بيخلي الكرومبايه ما تشدش معاكي، وتغلفها لك تغليفه حلوه، وتخليها ايه تبقى سهله حتى في الاكل، ما تتجمدش. طبعا في انواع كرومب لو حطيتيه كده من غير ما تحطي البيكنج باودر بيشد معاكي، فدي الطريقه الوحيده اللي تخلي البيكنج باودر ما يشدش معاكي. هخلص الورق ده كله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا عندي ابني الصغير لو سمعت صوته ولا حاجه مش عايزه ازعجكم، معلش. زي ما انتوا شايفين كده خلاص، هحاول اخلصهم كلهم. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اسرع لكم الفيديو علشان ما يبقاش طويل عليكم. خلصهم كلهم. طبعا انا الكرنب ده لما بحب بعمله قبل رمضان، علشان خاطر الكرنب الشهر رمضان بيبقوا الناس شادين عليه قوي، الحاجه بتبقى غاليه، وبالذات بالاخص الكرنب لان الناس بنكيف، الناس كلها بتحب طبعا المحشي. فبحاول ان انا اجيبه قبل رمضان علشان خاطر يقعد، يعني احنا بنحبه قوي في رمضان، فبيبقى الاحسن لينا ان احنا نجيبه ونخزنه. طبعا كمان بيبقى بلدي، لان بعد كده في الصيف بينزل اللي هو الكرنب البط، فالبلدي بيبقى اطعم واحلى من الكرنب البط. زي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا ارصهم فوق بعض. طبعا انت لما تيجي تعملي محشي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بتحط الاخضر تحت والابيض فوق. قدرت ان انت تظبطيهم مع بعض عادي، بس انا مش جايبه كميه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا في الحاله دي انت طبعا بتبقى عارفه الكرنب الاخضر خالص ده بيبقى في القعر، والابيض بتاعنا بنخليه في الوش، ده معروف عن اي حد. بتبتدي ان انت تلفيه وتجهزيه وتحطيه لما تيجي تعملي محشي، بتخلي الاخضر من تحت والابيض من فوق، لان الاخضر بيتحمل من تحت عن الابيض. خلصت كده الكرنب بتاعي كله، هبتدي ان انا بقى احطه في الاكياس. طبعا انا بحب، يعني انا لما باجي اعمل كرنب بعمل ايه، حله كبيره، فبقسم حله كبيره وحله، يعني مثلا حله كبيره وحله صغيره حسب ما انتي بتبقى طالبه معاكي في اليوم ده. فانا هنا قسمت الكرنبايه في كيسين بس، كنت ممكن اعملهم في كذا كيس يعني 3 اكياس، بس انا حبيت قلت لا، اخلي واحده الحله كبيره والتانية الحله ايه صغيره، مثلا لما يبقى الاكل مثلا في اليوم دوت في حاجه جنبيه، فبعمل حله صغيره. وخلاص كده، خلاص انا خلصت الكرنب زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي شكل الكرنب بتاعنا، ما تنسوناش. وادي الكرنب بتاعنا، ما تنسوناش بقى بلايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه. مع السلامه.